كيقول لك واحد المثل: ما تضيعش بارودك على موكا. علاش قلت لكم هذا المثل؟ نفترضوا مثلا انك انت عندك واحد البروجي اللي كتبيع فيه بزاف ديال لي برودوي، كل واحد فيهم كينتمي لواحد لاغام مختلفه، في نفس الوقت كدير دي سيرفيس. يقدر يكون هادشي كله عنده علاقه مع بعضياته، تقدر تكون غير مرونها وحتى حاجه ما عندها علاقه مع الاخرى. هادشي غادي يخليك ديما مشتت وموضر بلا ما تعيق. تقدر تقول لي مثلا: لا انا اورغانيزي راسي مزيان، نحدد لي طاش كل حاجه بوقتها الى اخره. غادي نقول لك: واخا سيدي تبارك الله عليك، ولكن واخا ما تكونش انت راد البال انك موضر ومشتت، بيان سور غادي تكون دائما حاس براسك مضغوط ستريسي، ديما الوقت ما قادكش، كتنسى شي حوايج الى اخره. وحتى الا كنتي فعلا ما طايحش في هذا الشيء ومقاد امورك مزيان، فكاين حاجه اخرى اللي غادي تكون موضره، هي لي ريسورس ديالك. لي ريسورس سواء وقت، جهد او لا فلوس. وهاد الفلوس ماشي بالضروره تكون اللي كتخسرهم، ولكن اللي كتجيبهم. داكشي علاش غادي خاصك تجلس تحط كاع الداتا والارقام وداكشي كامل اللي عندك، دير اناليز وتبدا كتحلل بالحاجه بالحاجه، وتشوف شنو الحاجه اللي ضروري فعلا خاصك ديرها انت، ماشي هذاك المرض ديال لا راه ما درتهاش حتى واحد ما غيديرها بحالي الى اخره. وشنو هما الحوايج اللي ممكن ديليغيهم. هذاك الشيء اللي غادي تخلي ليك نتايا غادي تاخذ وقت اكثر، غتعطيه مجهود اكثر، وغادي تركز معاه اكثر، سكيفي غادي يجيب لك دو ريسورس وحدين اخرين اكثر. وداكشي اللي ديليغيتيه غتبقى مره تكونتروليه، حيت عطيتيه لواحد اخر اللي حتى هو ركز معاه مزيان وغادي يعطي فيه اكثر.